السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد. النهاردة عايزين نحل 1D electromagnetic wave equation، الشكل الشهير طبعا بتاع الويف equation partial 2y of x و t by partial x squared بتساوي 1 على v squared partial 2y by partial t squared. وعندي اتنين initial conditions اللي هم y of x و 0 partial y by partial t at t بتساوي 0. الاتنين دول بيساوي 0. طيب الويف ايكويشن طبعا ليها طرق حل كتير جدا، ولكن انا عايز احلها باستخدام لابلاس ترانسفورم. هحلها ازاي باستخدام لابلاس ترانسفورم؟ قبل ما ابدا اطبق لابلاس ترانسفورم لازم بس تبص على الكونديشنز. لو انا مديك انيشال كونديشنز يبقى انت غصب عنك لازم تطبقها بالنسبه للتي. ليه؟ لو جيت تطبقها بالنسبه للاكس مش هتعرف تحل اللابلاس ترانسفورم بتاعك. الكونستانس اللي عندك مش هتبقى كافيه، تبقى المساله بالنسبه لك ناقصه. طيب لو اداك باوندري كونديشنز عادي اطبق بالنسبه للاكس. لو اداك الاتنين ساعتها اطبق بالنسبه للتي او بالنسبه للاكس، مش هتفرق معاك في اي حاجه من كلا الحالات. طب حلو قوي. لابلاس ترانسفورم للليفت هاند سايد هيساوي لابلاس ترانسفورم الاوبريتور للرايت هاند سايد. بالنسبه للليفت هاند سايد هل بارشال باي بارشال اكس ده هيفرق معايا في حاجه؟ لا، مش هيفرق معايا في حاجه. ليه؟ لاني بطبق لابلاس ترانسفورم على التي. لكن هنا ما ينفعش يخش. ليه ما ينفعش يخش؟ لان انا هنا بطبق لابلاس ترانسفورم على التي، فما ينفعش يخش جوه الواي على طول. لكن هنا كان عادي ان هو يخش على الواي على طول ويتجاوز البارشال 2 باي بارشال اكس سكويرد. طيب لابلاس ترانسفورم لواي اكس وتي يحول من التي سبيس للاس سبيس، ولكن ما بنكتبهاش بقى واي كده عاديه، لا نكتبها واي كابيتال اوف اكس واس. ده هيساوي ايه بقى؟ ده هيساوي 1 على في سكويرد لابلاس ترانسفورم لما يأثر على بارشال 2 واي اوف اكس وتي باي بارشال تي سكويرد. طيب احنا خدنا قبل كده في فيديو سابق ان لابلاس ترانسفورم لما يأثر على بارشال 2 اف اوف تي باي بارشال تي سكويرد كانت الفكة بتاعته ازاي؟ اثبتنا الفكة بتاعته هتطلع بالشكل التالي: اس سكويرد لابلاس ترانسفورم الاف اوف تي ماينس اس في اف ات تي بتساوي 0 ماينس اف داش ات تي برضو بتساوي 0. حلو قوي. طيب هنا بقى الفانكشن بتاعتي تقول لي هي هنا اكس وتي، يعني هنا كانت تي بس فكنت بأثر على التي واحولها لاس سبيس. هنا اكس وتي عادي ما فيهاش مشكلة، انا ماليش دعوة بالاكس خالص وبتعامل كل التعامل بتاعي مع التي. يعني ايه؟ يعني لما اجي اخد الدالة بتاعتي هتبقى اس سكويرد لابلاس ترانسفورم لابلاس ترانسفورم هنا اف اوف تي ما حصلش اي تغيير تنزل زي ما هي واي اوف اكس وتي من غير اي تغيير ماينس اس، وهنا ماينس اس. هنا اف اوف تي بتساوي 0 يبقى هنا واي اوف اكس وتي بتساوي 0. ليه تي بتساوي 0؟ ليه ما جتش جنب الاكس؟ لان انا مطبق لابلاس ترانسفورم في الاساس بتاعي على التي مش على الاكس. عارف لو مطبقها على الاكس كانت الاكس هي اللي تبقى بزيرو والتي تنزل زي ما هي. ماينس واي داش اوف اكس تي بتساوي 0 هي اف داش ات تي بتساوي 0 ما فيهاش اي مشكله. طيب يبقى انا كده عندي partial 2 y of x و s باي partial x سكويرد هتساوي 1 على v سكويرد في s سكويرد y of x و s. احسن شكلها شويه، ده كده بيساوي s سكويرد على v سكويرد ال y of x و s. دي ايه؟ دي second order partial differential equation linear و homogeneous. الحل بتاعها بيبقى معروف على طول بستخدمه، ان y capital of x و s هتساوي c1 في exponential s over v x زائد c2 في الايه السالب بتاع السكوير روت ده. يعني هنا باخد السكوير روت ده بالموجب وهنا باخد السكوير روت ده مره بالسالب في اكسبوننشال سالب اس اوفر في اكس. كده انا جبت الحل بتاعي الجنرال بتاعي. ولكن دلوقتي السي 1 والسي 2 دول هما كونستانت طبعا، بس كونستانت with respect لمين؟ للاكس. لكن in general هما ممكن يكونوا function في الاس. يعني دي ممكن تكون function في الاس ودي ممكن تكون function في الاس. طبعا ممكن تكون function في الاس. تاني حاجة، تعال نفترض افتراض ان الويف بتاعتي بتتحرك في البوزيتيف اكس دايركشن. لو بتتحرك في البوزيتيف اكس دايركشن يبقى ده معناه ايه؟ الترم ده لما اكس تفضل تزيد لحد ما لا نهاية، الترم ده هيقول ان الاكسبوننشال نفسه هيقول وينهار للصفر. صح؟ عادي ما فيهاش اي مشكلة، عادي ان واي اوف اكس واس تطلع بالصفر. لكن تعال بقى على الترم ده، لو الاكس فضلت تزيد وصلت لما لا نهاية هيطلع لي هنا ما لا نهاية. وما ينفعش الحل بتاعي يبقى ما لا نهاية. ليه؟ انا كده ما حلتش حاجة، لان الما لا نهاية هي بالنسبة لنا قيمة غير معرفة. يعني القيمة الغير معرفة دي يبقى انا كده استفدت ايه؟
انت بتقولي ان حل المعادلة التفاضلية قيمة غير معرفة، انا كده ما استفدتش اي حاجة. فلازم غصب عني اقول ان السي 1 بصفر، عشان لما يطلع الما لا نهاية من هنا الصفر يتضرب في الما لا نهاية يطلع لي صفر، لان صفر مضروب في اي حاجة في الدنيا لازم يطلع لي صفر. طيب حلو قوي. يبقى انا عشان هنا هيطلع معايا ما لا نهاية، يبقى انا هنا لازم اقول ان السي 1 هتبقى بصفر، عشان لما الما لا نهاية تطلع من هنا ده يروح مع السلامة. يبقى انا اول حاجة كده اقول if our wave is moving in positive x direction، يعني هتوصل x توصل للبوزيتيف ما لا نهاية، our wave remains finite، لازم تبقى finite، لازم تبقى قيمة معرفة. then c1 must be equal to 0، يعني لازم اخد c1 بزيرو عشان الما لا نهاية اللي تطلع من هنا الزيرو يطيرها. طيب هنوصل بعد كده لايه بقى؟ لان الترم ده خلاص مع السلامة، بقى لي ان y capital of x و s بتساوي c2 في exponential negative s over v مضروبة في الاكس. كده ده الشكل بتاعي. طيب اتبقى لي ايه عشان اعرف اجيب الواي اوف اكس واس؟ اتبقى لي ان انا اجيب سي 2. طب اجيب سي 2 ازاي؟ بص معايا دلوقتي، الواي اوف اكس واس دي لو انا عوضت بكل اكس جوه بصفر، مش ده معناه ان الدالة بتاعتي هتبقى فانكشن في اس بس؟ مظبوط. يعني ممكن اقول ان y capital of 0 و s هي بتساوي فانكشن في الاس بس. ولو جيت عوضت هنا الاكس بتساوي 0، هكتشف ان الاف اوف اس دي هي عبارة عن السي 2. الاف اوف اس بتاعتي ده ايه؟ ده لابلاس ترانسفورم للاف اوف تي. طب ايه هو لابلاس ترانسفورم للاف اوف تي؟ هو تكامل من 0 لما لا نهاية الاكسبوننشال نيجاتيف اس تي اف اوف تي دي تي. تقول لي ايه ده انت مش كاتب اف اوف تي؟ ما هي واي اوف 0 وتي هي تعتبر هي اف اوف تي، يعني دي هي اف اوف تي، هي اف اوف تي. فده يعتبر الايه؟ لابلاس ترانسفورم للاف اوف تي اللي هو اداني اف اوف اس. خلاص انا كده وصلت معايا لان واي كابيتال اوف اكس واس بتساوي اف اوف اس في اكسبوننشال نيجاتيف اس اوفر في مضروبه في الاكس. هنا كده انا وصلت خلاص للشكل النهائي لواي اوف اكس واس. المفروض اخد الانفرس واوصل للحل في خطوه واحده، مفيش مشكله. واحنا شرحنا السيروم دي في فيديو سابق قبل كده، شرحنا التو سيرومز اللي ممكن احل بيهم على طول، ولكن ممكن طبعا اثبتها. طيب خلينا بس نعرف الاول السيروم دي بتقول ايه. السيروم بتقول لو انا عندي لابلاس ترانسفورم ل f of t minus b، ده بيساوي exponential negative bs في f of s. f of s هي f of s exponential negative في حاجة p في s هي exponential negative حاجة في ال s. طب ايه هي الحاجة؟ هي ال x over v، يبقى ال p بتاعتي هي بتساوي x over v. حلو قوي. يبقى انا كده طلع معايا ان اللابلاس ترانسفورم ل f of t minus p، ال p بقى احنا قلنا ان هي x over v، هو ده عبارة عن الشكل بتاعي اللي هو ال x و s. لو جيت خدت الانفرس للطرفين، انفرس الليفت هاند سايد مفيش مشكلة، انفرس ل y of x و s تتحول ل y of x و t، مفيهاش اي مشكلة. حولت من ال s سبيس لل t سبيس. طب لما اخد الانفرس، انفرس اوبريتور في الاوبريتور نفسه كأن الاتنين كنسلوا بعض، فيبقى معايا ايه؟ ال f of t minus x over v، وده كده الحل بتاعي النهائي. ولكن طبعا احنا ممكن نثبت الحل ده. طيب لو انا بقى عايز اثبت الحل ده، مش عايز اطبق السيرم على طول، لا ده انا عايز استنتج السيرم وانا بشتغل، يبقى نخش بقى ايه على الجزء اليمين ده بقى، نشوف هنعمل ازاي الكلام ده. طب احنا كنا وصلنا لايه؟ ان y of x و s بتساوي f of s في exponential negative s x over v. وقلنا برضو ان ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن، ممكن اقول ان ده عبارة عن تكامل من زيرو لما لا نهاية للكيرنل exponential negative st f of t dt مضروبة في مين؟ في الاكسبوننشال e اس negative s x over v. تقول لي ايه ده؟ ده جه منين؟ ده اللابلاس ترانسفورم ال f of t اللي هو اداك ال f of s. شلت ال f of s وعوضت مكانها بلابلاس ترانسفورم ال f of t، وده الاكسبوننشال وده الاكسبوننشال. تعال بقى نضرب التو اكسبوننشالز دول في بعض، يديني ايه؟ يديني ان y of x و s هي عبارة عن تكامل من زيرو لما لا نهاية الاكسبوننشال نيجاتيف s t بلس x over v مضروبة في ال f of t dt. طب تعالى ناخد تعويضة، تعالى ناخد ان اللي جوه ده كله بيساوي تاو. تقول لي طب احنا بنعمل كل ده ليه؟ عشان بس تبقى فاهم احنا بنعمل كل ده، عايزين نوصل الشكل ده للابلاس ترانسفورم اللي احنا عارفينه. طب عشان نعمل كده يبقى لازم نعمل ايه؟ يبقى لازم ناخد تعويضات وحاجات ونفضل نلف وندور لحد ما نوصل للشكل اللي احنا عارفينه.
طيب يبقى احنا هناخد ان التي بتاعتنا زائد اكس اوفر في بتساوي التاو. لو جيت خدت التفاضل للطرفين هيطلع معايا ان دي تي هتساوي دي تاو، لان ده يعتبر التفاضل بتاعه بصفر. حلو قوي. تعالى بقى هنا للشكل بتاعي بعد ما ايه اتجدد. هشيل بقى اللي جوه ده واعوض مكانه بتاو، وهشيل التي واعوض مكانها بايه؟ بتاو ناقص اكس على في اهو. يبقى اكسبوننشال نيجاتيف اس تاو في الفانكشن بتاعتي f of تاو minus x over v دي تاو. طب حدود التكامل عند التي بتساوي صفر كانت التاو بتساوي كام؟ x على v. طب عند التي بتساوي ما لا نهاية، ما لا نهاية زائد أي حاجة هتديك ما لا نهاية، يبقى التكامل بتاعي حدوده من x over v لما لا نهاية للشكل اللي قدامي ده. طبعا تقولي أنا لو دي بس بصفر كنت شبهت وقلت إن ده لابلاس ترانسفورم، لأن لابلاس ترانسفورم بيبدأ من الصفر. أقول لك بسيطة، اليونت ستيب فانكشن حلت لنا الأزمة ديت. إيه هي اليونت ستيب فانكشن؟ اليونت ستيب فانكشن هي فانكشن هحطها هتفضل تديني صفر طول ما حدود التكامل بتاعتي أقل من x على v. أول ما حد التكامل بتاعي يوصل ل x على v فيما فوق للما لا نهاية يديني ايه؟ يديني واحد. ودي احنا برضو شرحناها في السيرم ازاي بالظبط الشغل بتاعها بيمشي، وازاي ان هي ليها قيمة بتساوي واحد او زيرو. فباختصار شديد ممكن اقولك ان اليونت ستيب فانكشن هي دالة بتديك يا اما اللي جواها ده، اللي جواها ده لو اكبر من الصفر ساعتها اقول ان اليو اوف اللي جواها ده بيساوي واحد. لو اللي جواها ده اصغر من الصفر تبقى اليو بتساوي صفر. تمام؟ يعني ايه؟ يعني هي ليها قيمتين، يا واحد يا صفر، يا اما اللي جواها ده اكبر من الصفر يعني تاو اكبر من او يساوي اكس على في عشان يطلع هنا رقم اكبر من الصفر، يا اما تاو لو اقل من اكس على في يعني جواها ده رقم سالب فهي هتدي صفر. فممكن اضرب في اليونت ستيب فانكشن وسموها يونت لان هي بتدي نتائج يا اما واحد يا اما زيرو، وسم يونت برضو جاي من كلمة واحد. فاضرب هنا في اليونت بتاعتي اللي هي اليونت ستيب فانكشن، وهقدر احول حدود التكامل لزيرو لما لا نهايه. يعني انا قدرت احول حدود التكامل من زيرو لما لا نهايه لما ضربت في مين؟ في اليونت ستيب فانكشن بتاعتي. ليه؟ لان هي هتفضل التكامل ده هيفضل يديني صفر 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 لحد ما يوصل عند اكس اوفر في، ويبدا يديني بعد كده القيم بتاعتي. يعني انا ممكن كاني قسمت التكامل دول لفترتين، اول فتره من زيرو لحد اكس على في كل ده هيديني صفر، زائد تكامل من اكس على في لحد ما لا نهايه، كاني قسمت البيريود بتاعتي دي على تو بيريودز. فانا ممكن اجمعهم بالشكل ده. يعني ده كده اعتبره بواحد، هو موجود ولكن بواحد يا اما بايه؟ بصفر. وما ينفعش اقول ان هو بصفر. ليه؟ لو بصفر يبقى اكس على اس بتساوي صفر، يبقى انا بعمل ايه؟ انا كده ما بحلش حاجه، كاني بقول لك حل الويف ايكويشن هو صفر، وده طبعا تريفيال سوليوشن، فمش حل طبعا ان انا اقول بصفر. فهي لازم دايما تبقى بواحد، ولازم التاو تبقى دايما اكبر من او يساوي اكس على في عشان اليو تديني واحد. طيب بص الشكل ده كده مش بتشبه ان ده لابلاس ترانسفورم؟ تقول لي انا بشبه ان ده لابلاس ترانسفورم بس مضروبه في اليو. لا يا سيدي سيبك من اليو، اعتبر اليو دي بواحد. مش ده كده شبه لابلاس ترانسفورم؟ تقول لي بس لابلاس ترانسفورم كانت اكسبوننشال اس تي، دي تاو. تفرق؟ ما تفرقش. هنشيل الحاج احمد ونحط احمد، تفرق في حاجه بين الحاج احمد واحمد؟ مش هتفرق في اي حاجه، مجرد شلت سيمبل وحطيت سيمبل مكانه. انا يا سيدي بقى ما بحبش التاو هكتبها تي، من حقي طبعا، من حق اشيلها واحط ايه؟ عادي عادي طبعا. فلو شلنا كل تاو وحطينا مكانها تي هتتحول لايه؟ للابلاس ترانسفورم للفانكشن تي ماينس اكس على في، ولكن انا غيرت الرموز ولكن الكونديشنز ثابته. لازم التي تكون بتحقق شرط التاو. ايه هو كان شرط التاو؟ ان الاكس تكون اكس على في تكون اقل من التاو، يعني التاو اكبر من الاكس على في. ده الشرط بتاعي، ان التاو تكون اكبر من اكس على في. حلو قوي. بص بقى شكلها حلو ازاي. لو جيت بقى خدت الانفرس اللي جنب الليفت هاند سايد ده يديني ايه؟ يديني اكس وتي على طول. لو جيت خدت الانفرس للرايت هاند سايد ده هيديني ايه؟ هيديني ان هي الانفرس في الاوبريتور العادي، كأن التو اوبريتورز بيساووا واحد، الانفرس في نفس الاوبريتور يديني واحد، فتنزل الدالة تي ماينس اكس على في. ولكن لازم اخد الكونديشنز بتاعتي في الاعتبار، ان التي تكون اكبر من او يساوي اكس على في. غير كده الواي اوف اكس وتي هتديك زيرو.
يعني غير كده الواي اوف اكس وتي هتديني زيرو. وبس كده، دعمني جدا لو عملت سبسكرايب للقناة، لايك لو الفيديو عجبك، وبس كده، سلام عليكم.